استغل سكان ومواطنو بلديتي المحمل وولاد رشاش بولاية خنشل اللقاء الجمعوي الذي جمعهم مع والي الولاية لطرح انشغالاتهم حول ظروف غياب التنمية بالبلديتين. من جهته توعدت السلطات بتدارك كل النقائص. التغطية لطارق مامن. المشكل هو مشكل المياه الصالحة للشرب. ثاني مشكل هو مشكل الإصابة بشبكة الكهرباء. ثالث مشكل هو فك العزلة. رابع مشكل هو مشكلة الغاز الطبيعي. نعاني من نقص المياه الشرب، ونعاني من مشكل الكهرباء وربط السكنات بالغاز والمياه الصالحة للشرب. وفيما يخص منطقة فيرموسة وطرمديث والدوح بوردوس العماميش يطالبون بالغاز والطريق والإنارة العمومية والمياه الصالحة للشرب. في 50 مسكن، هذا الحي لا إنارة ولا صرف صحي ولا الغاز، ما عاد الماء، ما زال يعانون حتى الصرف الصحي ما زالوا بالمطمورات. كاين مشاريع اللي عندها 6 سنين 7 سنين 8 سنين ملي تسجلت ولحد اليوم مازال ما كملناهاش 100%. فيه تأخر، ورانا تدريجيا نستدركوا هذا التأخر.